تونة بالشوفان لكل اللي بيعمل دايت ومحروم وغلبان. بعد ما عملنا البانيه بالشوفان وكان عجب العجاب، النهارده هنديها تونه بالشوفان وهنبسطها باسهل الكلام. جهزنا علبه تونه قطع بس جبتها حار، والدايت بيعتمد دايما على الخضار، فهنقطع فلفل رومي وحامي ونبشر لنا معاها جزرتين، ونجهز ليمونه ونقطع طماطمايه ونفتح علبه التونه. بس نصيحه، صفي الميه عشان مضره مش مفيده، وطبيعي تلاقي فيها واحده وحوح من بتوعنا لانه حار منه فيه، وده بصراحه شيء جميل. طاستنا وحبه زيت زيتون وعلى النار يسخن ويبدا المفعول، ننزل بالتونه ونديها تقليبه. اختلطوا وبقوا عيله واحده. خدهم بالفلفل بس واحده واحده، عليهم معلقه شوفان حبوب على معلقه شوفان دقيق، ولو ممكن تستخدم واحده من الاتنين عادي مفيش مشكله، لا وممكن ما تستخدمش الشوفان برضو عادي لان التونه للدايت مفيده. نرجع للتقليبه وننزل بحبه ملح مش كتيره على حبه فلفل اسود وحبه كركم والطماطم فوقهم. قلبهم وزغزغهم وحميهم بشويه ميه سخنين. تقليب يا برنس الجيل لحد ما يتبخر الميه بخ بح. انزل عليهم بليمونه فوق الوش تعمل مزازه يح. تقليبه اخيره وندوق البرنسيسه. وما تنساش كالعاده ما تفوتناش ايدك فاضيه يا حماده. لايك فولو شير انستا يوتيوب وفيس، واتمنى لي من قلبك الخير ياللي من ساسك لراسك صاحي فيك الضمير. حاجه من الحاجات اللي تقدر تعملها بالشوفان: مساء الزبده ومساء الرياضه والتخسيس. مساء الزبده.